تنظيفات عيد الأضحى المبارك بدأت عندنا، وتنظيفات قوية جدا كلها مية وصابون ومية كده، مية بحر مية كده. أحب أوي التنظيف اللي بالمنظر ده، لأن ما بقتنعش غير بكده بصراحة. حتى لو سيراميك حتى لو سيراميك الخرطوم كده يشتغل وينظف بقى البيت وينزل كل التراب وكل الأوساخ وكل العفار اللي بيبقى على الدواليب وعلى السراير وعلى الكنب وعلى الحيطان. كل ده مش هينفع معاه غير كده. هي تنظيفات العيد كده يا جماعه، ما هنعمل ايه طيب؟ لكن شغل الشرشوبه كده وامسح كده من على الوش، لا ده مش تنظيفات عيد خالص. كل البيت بيعمل في صمت، كلنا زي خليه النحل بالظبط، كله بيشتغل كبير وصغير زي ما انتم شايفين كده. لازم ان احنا نتخلص من كل التراب اللي في البيت ده علشان العيد يجي علينا كده والدنيا رايقه والدنيا تمام. هتقولي لي انت مكرسه كل اللي حواليكي. طب ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ما لازم يساعدوني يا جماعه، لازم يساعدوني اهلي واخواتي وحبايبي، ولازم يساعدوني وعيالي وعيال اخواتي، لازم كله يساعدني. فقبل ما نبدا بقى في الفيديو القوي جدا ده، يلا نحط لايك للفيديو في السريع كده، ونشترك بقى في القناه لو لسه ما اشتركناش، فعل زرار الجرس، نشير الفيديو، كومنتاتنا الحلوه، دعواتنا الحلوه. فيديو قوي جدا، فيديو كله حماس ونشاط وطاقه ايجابيه كده زي ما انتم شايفين. مفيش كسل خلاص. وقت الكسل راح ووقت التسويف راح. يعني مش هينفع ان احنا نقول بكره لا بعده لا بكره لا بعده، مفيش وقت للكلام ده. احنا عندنا شغل كتير جدا. يعني احنا هنخلص النهارده جزء كبير من البيت، ولسه في حاجات تانية ولسه في تفاصيل تانية برضو هنعملها مع بعض ان شاء الله. خلاص. يعني اتفقنا ان احنا هنشتغل بعد كده كتيم، فريق كده مع بعض، لان انا لوحدي مش هقدر اعمل حاجه ومش هعرف اعمل حاجه. فيلا كلكم كده تشجيعه كبيره قوي لكل الناس اللي بتساعدني، لكل الناس الجميله اللي موجوده في حياتي، سواء اختي بنتي اي حد بيساعدني. يلا لايك كتير كده، واكتبوا لهم كومنتات حلوه تشجيعيه كده، علشان بجد الناس دي كتر خيرهم وبيتعاونوا معانا جدا. زي ما انتم شايفين السلم بقى فله والبلكونه كل الكتب ب 10 جنيه او 12. انت وشطارتك بقى. هما دول كام كيلو؟ 2 كيلو ونص، يعني ممكن يعملوا 25 30 جنيه. خلص بقى امتحانات وعايز يبيع الكتب بتاعته. يلا خير خير، افتح لي المروحه لحسن هفطس، مفيش اكسجين. المهم زي ما انتم شايفين بقى تنظيف كده، تنظيف حلو، تنظيف عميق. شيل بقى ده كيلو 10. ايوه ماشي. تنفيذه بقى حلوه كده. طب شغل المروحه، انت مش شغلتهاش، اعملها على 5. هتعجبكم التنظيفات دي. والناس اللي بتقولي انت حاطه ليه في الركنه لونين، هي كده بصي يا جماعه، هي دي ركنتين اصلا. الركنه لونها جنزاري، والركنه التانية لونها مش عارفه بيسموه ايه اللون ده، طوبي كشمير حاجه زي كده. يعني احنا زمان كنا بنقول عليه طوبي، دلوقتي طالع عليه بيقولوا عليه كشمير. فهم دول ركنتين، فاحنا عاملين لهم كده ايه ميكس مع بعض. هم ما كانش ينفع يتحطوا غير بالطريقه دي، عشان برضو السؤال اللي بيتكرر كتير. الناس بقى الجميله اللي بتنظف حلو بتشيل كده، واتصدموا لما شالوا الكنب من مكانه وشافوا الحاجه كده اللي ورا الكنب، اتصدموا كده من منظر التراب ومنظر الدنيا. بس عادي هم خدوا صدمات كتير في اليومين اللي قعدوا معانا فيهم دول. بجد والله ام محمد دي يعني عايزه اقول لكم شافت كتير. بتقولي انا شفت عندك اللي ما شفتوش في حياتي ولا هشوفه. قلت لها شفتي بقى، دي بقى من مزايا ان انت تيجي عندي، يعني بوريكي اللي عمرك ما هتشوفيه. عجائب الدنيا السبعه تلاقيها عندي في البيت. قعدنا نضحك مع بعض وبنهونها على بعض، بتهونها عليا وبهونها عليها، والله يعينها والله بجد، ويعيني انا كمان، ويعيني ويقوينا كلنا، يقوي كل الناس اللي معايا في البيت، كل الناس الجميله اللي ساهمت في نظافه البيت، وكل الناس الجميله اللي اشتغلت معايا في البيت، كتر خيرهم. ومش عارفه والله العظيم اكافئهم ازاي، ومش عارفه بجد اكافئهم ازاي. انتوا كمان كافئوهم بكلمه حلوه وكلمه شكر حلوه وكومنت حلو، مش هتخسروا حاجه. تمام. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى ايه، انا وام محمد تعاوننا مع بعض في يعني معاها كده في كل حاجه. وفي بره برضو ناس كده صغيرين كده، قطاقيط صغيرين برضو شغالين بره. هنا بقى الستاير دي بيني وبينكم عايزه تشتغل، لان هي الستاير دي شاربه كميه تراب مش طبيعيه. النهارده كام في الشهر؟ النهارده العيد هيبقى 6/6 صح؟ النهارده 14 مايو، يوم الاربعاء 14 مايو. ففاضل على العيد حوالي 12 يوم. 12 يوم. ياه معقوله؟ لا مش 12 بقى، مش 12، 16 و6. ايه اللي انا فيه ده؟ 22 يوم. 22. فاضل على العيد حوالي 3 اسابيع. طيب انت بداتي بدري والدنيا هتتطرب تاني والدنيا بص، كان لازم ابدا بدري، لان انا عندي تفاصيل تانية عايزه تعمل، عندي حاجات تانية كتير قوي عايزه تعمل، فكان لازم ابدا بالشقه علشان اقدر اعمل بقيه الحاجه، عشان نفسيتي تبقى مرتاحه. هنا الموبايل كان خد وقعه تمام كده، بس يلا خير الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا خير.
المراوح بقى وكل الحاجات اللي فوق والطابلوهات وكل الحاجات دي هتتغسل كده غسله محترمه، والستاير وكله ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لكم الستاير دي على قد ما هي في الصيف بتعمل حر كده وسخونيه في الجو، بس مهمه جدا بالنسبه للناس بالذات لاوض النوم، لان اللي بيبقوا نايمين الازاز ده بتلاقيه بقى من بدري جدا منور كده في عينيهم والنور ضارب في عينيهم. فالستاير دي لازم بصراحه. ما بقتنعش انا بالستاير الشيفون دي خالص، ما بقتنعش فعلا حرفيا بيها. يا اما بلاك اوت يا اما النوع اللي هو التقيل ده، رغم ان هو زي ما بقول لكم في الصيف بيخنق، تحسي ان انت مجرد بس ما انت بتبصي له كده انت بتحسي بسخونيه زياده عن سخونيه الجو. فالحمد لله خير. ما اقدرش اشيلهم يعني، الستاير دي هتشتغل وتتغسل وتتركب تاني، بالذات بتاعه الاوض اللي العيال بيناموا فيها واوض النوم عموما يعني. الله، الجو النهارده هوا، بس الهوا ده هوا جامد وتراب والدنيا يعني مش عايزين تراب، احنا عايزين هوا، بس عايزين هوا يطري علينا كده من غير تراب. يعني كانت تعبت هنا وبتاخد ريست شويه. ارتاحي يا قلبي شويه، ارتاحي، حقك والله حقك. يا رنا العيش بيتحرق، العيش اجري قول لها العيش هيتحرق نشم ريحته. العيش هيتحرق. ابقى تابع العيش كل شويه. طب ما في ناس بتقول ان هو الكتب بتمني. لا سيبولي انا بقى، انا هتصرف لك انا فيك، ما تتصرفش من دماغك، اكون انا موجوده. ايه اقفلي. مع بعض كده غسيل حيطان مع بعض. عايزه اقول لك الشقه ما شاء الله كبيره جدا وحيطانها كتير جدا. الحديد بيتباع؟ الحديد بيتباع بكام كده؟ ب20 باين. مش هنبيع حديد هنا، مفيش حديد، ما تبيعش حديد. السياخ اللي جوه دي انا عايزاها. لا مش الحاجات دي. هي حديد في الشارع. ماشي. بتاع بابيكي الكنزات ده، الكنزات دي اغلى حاجه ب65 جنيه والله. ايه هتلم كنزات من الشارع؟ الكيلو؟ كيلو. ايه هتلم كنزات من الشارع ما شاء الله. كيلو كنزة. المهم يا ولاد الاجازه جت بقى والفراغ جه والملل بقى هيجي بقى والزهق، وهنبدا بقى ندور على حاجات غريبه وعجيبه عشان نشغل وقتنا بيها ونضيع وقتنا. النحاس اغلى حاجه، ما اعرفش ب700 ولا بكام. الكيلو ب700. وبعد كده ما اعرفش بقى الالمونيا برضو غالي ب200 وحاجه. اي سلك في الشارع. لا سلك بقى انت تقعد تجيب سلوك. اما السلك بيبقى جواها نحاس، بس مش هو ده النحاس اللي عاوزينه، هم عايزين نحاس عارف حته كبيرة. كتله. لا مش كتله على بعضيها، حتت على بعضيها يعني. مش كتله زي دي كده على بعضيها. ماشي. صليتوا على النبي يا ولاد، يلا بينا نصلي على الرسول. يلا تصلي على النبي. لا قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. انت بتختصر، انت صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم، عشان تاخد حسنات كامله، عشان تاخد حسنات كتير. لكن دي كمان هتكسل، مع ان لو رغي ولا اي حاجه نقعد نرغي بالساعات. صلي على النبي يلا برضه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. والاحسن بقى الصيغه الابراهيميه اللي احنا بنقولها في الصلاه. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم لا تشهد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. انت بتعمل اذكر الله يلا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله. اذكر الله، اي حاجه، اي ذكر. لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اذكر الله تاني طول ما انت قاعد كده، اذكر الله وشوف ربنا هيكرمك قد ايه في حياتك وفي اخرتك، في دنيتك وفي اخرتك. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. قول يلا. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. فوق الارض تحت الارض الاول. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. استرنا يا حبيبي، استرنا في ايه؟ وتحت العرض بالطول والعرض. يلا نمشي من هنا. المهم يا ولاد ايه، مش المهم، هو اللي فات ده هو المهم. يلا نشوف احنا بنعمل ايه بقى في الفيديو.
حطيتوا لايك للفيديو يا ولاد؟ يلا حطوا بقى لايك في السريع كده، الفيديو جميل وكله حماس كده ونشاط وحيويه وهيعجبكم هيعجبكم. ايه ده؟ انتوا حرقتوا العيش. ده انا عايزاه ليه؟ انا اللي هختار لك ايه؟ محمص قوي يا رنا. حمصي غيره. عملتي كام واحد؟ 4. طب حلو يا رنا. لا انا عايزه 5 دقايق. سيبوها يا احمد. بيتخانقوا على رغيف عيش محمص. الله يبارك لك والله يا حاجه، الله يبارك لك يا ام محمد، بجد 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 مش عارفه اشكرك ازاي. حبيبتي حبيبتي والله، الله يبارك لها والله. عايزه بصوا يا جماعه، احنا عاملين خلطه كده لغسيل الحيطان، بس الخلطه دي مش بتنضف او محتاجه منك مجهود جامد ان انت تفضلي تدعكي جامد. فلو حد فيكم يعرف خلطات معينه لغسيل الحيطان يقول لي عليها، تكون خلطه فعاله، تكون حاجه فعاله كده وتنجز على طول. الجبنه دي بتاعت مين؟ بتاعت انس، ما تاخديش منها كتير، ما تاخديش منها كتير. اصلا دي قليله جدا. طب كلي يا رنا واسكتي، كلي يا ستي، خلاص كلي خلاص من غير ما اشوف. يلا كلي بالهنا والشفا، ابقى اجيب له تاني. عارفه ان انتوا هتقولوا لي بتاع الديكور بتاع الشاشه ده فعلا زفت زفت والله العظيم. بصوا انا كرهاه جدا، كرهاه وحاجه كده مقرفه في الحياه، بس مش عارفه اتخلص منه ازاي. هتخلص منه قريب ان شاء الله. لا كده اتحرق، لا مش حلو، لا ما تحبوش كده، ما تاكلش عيش محروق محمص زياده عن اللازم، لا ما تاكلوش كده. حاسب انت هتنام وانت بتاكل عيش ناشف، الشرقه بتاعته مش عايزه اقول لك يعني. الشقه بتاعته. لا شرقه العيش الناشف دي بالذات، ما تاكلش عيش ناشف وانت نايم. اقعد بيشرق جامد، قوم ما تستعبطش ولا كده. اقعد كويس، زي بقى دي. اقعد كويس. غلط برضو غلط. اجري اقعد على الكرسي كده واقعد كويس، عشان العيش الناشف بيشرق جدا. وما تتكلمش وانت بتاكل، ربنا يستر عليك والله. يعني انت لو متعمد تبوظ لي الفيديو مش هتعمل كده. اطلع بره يلا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فقولوا لي بقى يا جماعه لو تعرفوا خلطات حلوه كده لغسيل الحيطان، لان انا لسه هعيد عليها تاني ان شاء الله على العيد، لان احنا بصوا ايه يعني برضو كتر خيرها كتر خيرها. خلاص يا جماعه ما تتعبوش نفسكم. عارفين خلطه مش عارفين، خلاص انا هخش على النت واشوف خلطه كده تكون فعاله يعني في غسيل الحيطان. خلاص هنا غسلنا حيطان، روقنا بره شويه شويه شويه. هو مفيش ترويق النهارده، هو كله خرطوم، كله خرطوم وميه وفرشه وصابون زي ما انتم شايفين. مفيش ترويق، يعني ترويق بسيط قوي، لكن كله غسيل. بنغسل بقى كل حاجه، كل حاجه بتتغسل بالميه والصابون. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب. نفسي اخلص البيت ده بقى، نفسي اخلص البيت ده على خير، لاني تعبت بجد. يلا هيلا بيلا مع بعض كده، لان السجاده دي تقيله جدا، بالذات لما بتعبي ميه بقى وتشيل ميه. فانا عايزه اقسمها نصين، ايه رايكم؟ عايزه اقسم السجاده دي نصين، لان بجد تقلها رخم قوي. ايه رايكم في الفكره دي؟ حلوه صح؟ هقسمها شكلي كده، هقسمها علشان حتى يبقى غسيلها سهل بعد كده، والله بجد ان شاء الله. هنا بقى كنا عملنا الغدا، اختي منى كانت عملت الغدا، شوت فراخ، فرختين في الفرن وشوينا فرخه تانية في الصينيه، لان الفرن ما كانش ياخد 3. الصينيه اللي على البوتاجاز دي فيها فرخه برضو،
ماشي. والرز طبعا وبسله اهو، عشان ما شاء الله احنا عددنا كبير يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يبارك لك، الله يبارك لك. غسلت المواعين وغسلت الكولمن ومليته ميه، عشان العيال مش مبطلين عايزين يشربوا كل شوية، الجو حر برضو بجد. الله يبارك لها، من غيرها أنا كنت زماني دلوقتي ضايعة في الضياع. يومين 3 و4 اتطحنت فيهم حرفيا. كانت تيجي مع يعني الصبح بدري، مش بدري قوي، على الساعة 9 كده 10، وتمشي بقى على العصر أو بعد العصر بشوية. كتر خيرها والله. يومين طحن، هي خلاص هي بالنسبة لها كده، هي مش هتبقى عايزة تعرفني تاني أصلا. لكن أنا هي بالنسبة لي كنز. ألف لها بس الفرخة دي كده، تاخدها لجوزها في البيت والعيال اللي في البيت، عشان ما تروحش تعمل غدا. ترى برضو شوية رز في الكيس كده، عشان ما تروحش تعمل حاجة خالص. كفاية عليها الطحنة اللي مطحوناها معايا والله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عايزة أغير تقسيمة السراير. ايه رأيكم كده؟ ادوني أفكار كده، التقسيمة تكون حلوة كده وجميلة. لأن التقسيمة دي مش عجباني. كمان اللي مش مساعدني إن أنا أعمل تقسيمة حلوة، إن الأوضة طويلة مستطيلة مش مربعة. فالأوضة لما تبقى مربعة بتديكي مساحة كده إن أنت ترتبي فيها أحسن يعني، أو تعملي فيها تنظيمات أحسن. بصوا كمية المية اللي بطينة قد إيه، مية بتراب، طينة حقيقي والله. الله يقويني بقى على السطح وعلى الشقة اللي قصادي، الله يقويني. وعلى المطبخ لسه، طبعا المطبخ ده بتاعي أنا بقى، هي مش هتعمل لي حاجة في المطبخ بصراحة. كتر خيرها أول حد كده، عملت كتير وغسلت كميات سجاد مهولة. نعم يا حبيبي. الليموتال غالي ب130.